الانتقالي والقوات القبلية التابعة لحلف قبائل حضرموت. تزامن ذلك حسب ذات المصادر مع وصول تعزيزات إضافية إلى منطقتي العليب وغيل بن يمين من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض طوقا عسكريا على قوات حماية حضرموت التابعة لعمر بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت. جاء ذلك بعد ساعات من سيطرة قوات الحلف القبلي على عدد من القطاعات النفطية، أبرزها القطاع التابع لشركة بترو مسيلة الحكومية، والذي يعد العصب الحيوي لإنتاج وتكرير وقود السولار في المحافظة، ما رفع منسوب التوتر وسط مخاوف من انفجار مواجهة شاملة. معنا من حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع. الشيخ عمر، مرحبا بك وشكرا لانضمامك إلينا. ما الذي يحدث في منطقتكم؟ ما هذا الخطر الداهم بكم؟ اهلا وسهلا بكم. اول شيء ونحن نتشرف بالظهور معكم في قناه البي بي سي هذا لنطلع الراي العام الدولي على الحقائق الامور في حضرموت. اولا انت عارف عن حضرموت اننا اصحاب حضرموت تعرضنا للمظلوميه خلال الفترات السابقه والحاليه حاليا، وهناك الان حضرموت تتعرض لغزو خارجي من قبل قبائل من محافظات اخرى، بالاخص من الضالع ومن يافع، قبائل مسلحه تجتاح المحافظه بحشود كبيره جدا، وسيطرت على منطقة الضبة اللي هو المصب النفطي هناك على البحر العربي، وسيطروا على كثير من المواقع في الساحل، ويهددوا قوات الحضرمية المتواجدة هناك في قوات النخبة واستبدال بعض الألوية بألوية أخرى من برا. ونحن يعني قمنا بخطوة استباقية وسيطرنا على المنشآت النفطية لتعزيزها في المسيلة، شركات المسيلة حقول النفط، تعزيزها وتقوية الأمن فيها والدفاع عنها من هذا الحشود اللي من خارج المحافظة. ونحن في أرضنا في بلادنا ندافع عن أنفسنا وعن بلادنا، ولا عندنا أي قصور يعني من جانب هذه الحشود مدفوعة من الخارج، يعني قصدي مدعومة ومسلحة ولا تحمل أي صفة يعني رسمية في الدولة، تجتاح أرضنا بقوة السلاح. طيب شيخ عمر، لماذا يهاجمكم المجلس الانتقالي المدعوم من الخارج كما يقول الخبر؟ أولا يريد السيطرة الهيمنة على المحافظة والسيطرة على موارد النفط والثروات في حضرموت. ثانيا بيفرضوا سياسة المجلس الانتقالي، يعني فرض القوة، مشروع الجنوب العربي الذي يسموهم. هذا مشروع يعني ما له قبول شيء في حضرموت. نحن أبناء حضرموت نطالب، أبناء حضرموت الجميع يطالبوا بالحكم الذاتي. حضرموت تعرضت للمظلومية يعني خلال السنوات السابقة، هي دليل على وجود هذه المظلومية، وجود على التدخلات الخارجية اللي من المحافظات الأخرى. والآن شعب حضرموت قال كلمة موحدة يعني على أساس أن حضرموت تتعرض للمظالم، ولا ليس شيء خروج من هذا الجانب إلا بحصول الحكم الذاتي. هذه الإجماع الحضرمي هذا أزعج هذه الأطراف، واضطروا أنهم يدخلوا بأسلحتهم وبعتادهم بشكل قبلي، ليس لهم أي صفة رسمية إطلاقا. طيب. شيخ عمر، أنتم متهمون بموالاة إيران والحوثي، كيف ترد؟ غير صحيح هذا. نحن عرب ومسلمين ومن أبناء حضرموت أبا عن جد. الدفاع عن حضرموت ليس من اليوم، نحن لنا تاريخ الدفاع عن حضرموت من قبل هذه الأسماء اللي تذكرها. طيب، إذن الاهتمام بحضرموت في هذه المرحلة ينبع من الاهتمام بمواردها النفطية؟ كيف؟ الاهتمام يعني الآن هذه المعارك القاتلة هي الجارية، معارك للاستيلاء على مقدرات النفط في حضرموت. هل هذا ما تريد قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الخارج كما يقول الخبر؟ أكيد هذا الهدف الأساسي لهم هذا، وإضافة إلى فرض سيطرتهم السياسية، يعني فرض المكون السياسي حقهم قوة السلاح. والسيطرة هي تكمن في الاستيلاء على منابع النفط وعلى المصب النفطي، التصدير. عندما تسيطر أي قوات يعني على هذه المنشآت الحيوية، أكيد أنها تتحكم في مصير البلد بشكل. هل أنتم قادرون على صد هذا الهجوم أم ستطلبون مساعدة خارجية؟ وممن تكون؟
نحن حاليا في حاله الدفاع عن انفسنا، وبعون الله بندافع عن بلادنا بما اوتينا من قوه، يعني بما اوتينا، رغم ان امكانياتنا صحيح ان امكانياتنا قليله وليس مدعومين نحن من اي جهه كانت، لكن لدينا اراده ولدينا ارضنا هذه ما عاد بنحصل ذريعه ان احنا ما ندافع عنها. والعون الخارجي نحن مطلوب من المجتمع الدولي او من الجهات الاقليميه، احنا محتاجين وقفه معنا من كل الدول التي ترى وجودها في عداله، يعني تقوم طيب بالوقوف لم تطلبوا أنتم المساعدة الخارجية حتى الآن؟ نحن ما طلبنا في مساعده خارجيه، لكن الدول الموجوده مجاوره لنا هم حق يتدخلوا عندنا وتربطنا جوار بعض الدول. تتحدث عن السعودية تحديدا هنا، ربما هي الدولة المساندة قد تكون؟ السعوديه هي قاعده الدول التحالف وبعدين تربطنا بهم جوار وكذا. نحن يعني متعطشين انهم يوقفوا معنا، وهم ما يتخلوا عندنا لاننا تربطنا روابط بهم كثيره. وكذلك المجتمع الدولي نحن بحاجه وقفتهم، نحن بحاجه انهم يتفهموا الامور الحاصله عندنا، اننا نتعرض لغزو قبلي مسلح من خارج المحافظه بافراد حشد كبير جدا يمكن ما يقارب 5 ألوية، ونحن حاليا في حاله الدفاع عن انفسنا وعن ارضنا وعن المنشآت الحيويه التي هي للشعب بشكل عام. طيب تقول ان المجلس الانتقالي قوته مدعومه من الخارج، من اي الدول تحديدا؟ ولماذا عفوا؟ واضح ان المجلس الانتقالي وسياسه المجلس الانتقالي ومشروع المجلس الانتقالي هو مدعوم من بعض الاجنحه من التحالف العربي، من دوله الامارات بالتحديد. موقف مش مخفي، هذا موقف معلن واضح. تمام. هم من يدعمهم سياسيا، هم من يدعمهم بالتسليح، يدعمهم بالعربات، يدعمهم. لكن نحن التحالف العربي سواء بالامارات او السعوديه رحبنا بهم في ارضنا في 2014 وقدمنا لهم بلادنا ووقفنا معهم، ولا نتوقع منهم انهم يدعموا علينا قبائل من خارج محافظه اخرى بدون صفه رسميه ويفرضهم علينا بقوه السلاح. هذا الاختلاف اللي بيننا وبينهم فقط، ليس بيننا وبينهم اي عداوه اخرى. طيب شيخ عمر، اقرا لك ما هو مذكور فقط في وسائل اعلام، ليس كلامي او كلام BBC. يحذر أبناء حضرموت من أن التحركات الأخيرة تنسجم مع مساع إماراتية واضحة للسيطرة على مناطق النفط بالقوة، مؤكدين أن الدفع بالأرتال العسكرية يكشف رغبة إماراتية في تبشير الوضع وإغراق حضرموت في صراع جديد. ما صحة ما قرأته للتو؟ المؤشرات حاليا تقول ان زحف هذا المسلح سواء قبائل ولا هم يسموهم تحت اي اسم، يعني نحن نقول هذا الهدف الرئيسي لهم السيطره على حضرموت وعلى منابع النفط، وهم مدفوعين من هذا الدول اللي ذكرنا اسم الدول السابقه. اكيد وقوف واضح معهم ليس مخفي، يعني وقوف الامارات مع المجلس الانتقالي ومع هذه المجاميع المسلحه وتسليحهم بانواع الاسلحه موقف معلن، ما هو تقول لا. ونحن بالنسبه لنا ما عاد معنا خيار غير الوقوف على ارضنا والدفاع عنها. ومجلس التحالف احنا اقرب لهم ونقول لهم ماشي بيننا وبينكم خلاف، نحن بالنسبه لنا خلافنا معكم انكم تدفعوا بجهات مخارج حضرموت للسيطره على هذا الناس. هذه وين العداله؟ وين المساواه بين الاطراف؟ وين هذه الامور كلها ضاعت؟ يعني اتضح جليا الان ان لهم اهداف سياسيه سواء تنسجم مع الامارات او اهداف اخرى الله اعلم. نحن نقول على ارضنا لن نقبل بهذه المجاميع ولن نقبل بها تحت اي مسمى كان، سندافع عن ارضنا. ونحن طرف سياسي مستقل، نحن طرف شريك في المعادله السياسيه اليمنيه، ولا بنسمح لارضنا ولا والمنشات النفطيه ما بنخلي احد يسيطر عليها ويتحكم في البلاد فيما بعد. شكرا جزيلا لك. من حضرموت الشيخ عامر بن حبريس العلي، رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع. شكرا جزيلا. في شأن